مش كل الكتب زي بعضها، لأن في كتب معينة بتعتبر من الأسرار أو الكنوز، واللي مش بسهولة حد هيقولك عليهم حتى لو كان بيقراهم، علشان بيحب دايما ينفرد بالمعلومات اللي في الكتب دي لنفسه، ومش حابب إن هي تنتشر وكل الناس تبقى عارفاها. وده لأنها بتديك ميزة قوية جدا في عالم البيزنس والتسويق. أول كتاب هو دارك سايكولوجي أند مانيبيوليشن للكاتب ويليام كوب، والكتاب ده حرفيا بيعلمك ازاي تغسل دماغ اي حد. الكتاب التاني وهو ريد بيبول لايك ا بوك للكاتب باتريك كينج، وده الكتاب اللي بيخليك تعرف من الناس معلومات ما بيقولوهاش حتى لأقرب الناس ليهم. والكتاب التالت اللي معانا وهو من أشهر الكتب اللي موجودة وهو كتاب بروباجندا لإدوارد بيرنيس، والكتاب ده بقى مش بيعلمك تغسل دماغ شخص واحد أو اتنين، ده بيعلمك تغسل دماغ ملايين الأشخاص عن طريق التسويق. وده لأن الكاتب بتاعنا ما عملهاش مرة ولا اتنين، ده عملها 10 مرات. والكتاب الرابع والأخير وهو كتاب جيم اوف كونتنت، والكاتب بتاعه هو أنا. الكتاب ده ممكن ما يكونش من أشهر الكتب اللي موجودة، ولكني متأكد إن حطيت لك فيه خلاصة 8 سنين في صناعة المحتوى، علشان تقدر تعمل محتوى قوي جدا للبيزنس بتاعك أو للبراند اللي أنت شغال عليه. فلو عاوز الكتاب الأخير اكتب لي بس في الكومنت كلمة جيم اوف كونتنت وهبعت لك الكتاب لحد عندك. ولو مهتم انك تعرف معلومات اكتر زي دي اعمل لي فولو واعمل لايك وسيف لي الفيديو ده علشان ترجع للكتب دي بعدين وتبقى مميز فعلا.